سمير وشهير وبهير انطلاقة الثلاثي اللي عملوا كوميديا جديدة، يمكن هي اللي انقذت صناعة الكوميديا في الفترة دي، لان الكوميديا ساعتها ابتدت تبعد عننا شوية وتبعد عن الواقع وتبعد عن الشباب، وبقوا يعملوا افلام شبابية روشة كوميدية بمصطلحات شبابية. مش هتفهمني. قشطه قشطه قشطه. انت جعان يا عم ولا ايه؟ نفسك في القشطه؟ لا بقول لك ايه، فكك مني خالص وما تسالنيش عن ايه فكك. واخدين الدنيا هزار كده، يعني حتى سبب شهرتهم اصلا هي ان هم كانوا بيعملوا افلام وهم بيهزروا كده فور فن، وكان اشهرهم فيلم عملوه اسمه رجال لا تعرف المستحيل. الفيلم ده كان الميزانيه بتاعته يعتبر صفر، من حلاوته اتشهر جدا في وقتها، وفي مشاهد منه لو انت شفتها دلوقتي هتلاقيها بتضحك عادي. طبعا ولا بتسال على مراتي ولا بتطمن عليها زي ما وصيتك. عيب يا ابو صلاح، ده انا عندها كل يوم. نعم يا اخويا. قصدي يعني بسأل عليها كل يوم. ده حتى الواد ابنك العجل رعرع كده وبغل وبقى قد كده. ابني ايه؟ انا ما خلفتش قبل ما اسافر. وانا يعني كنت هستناك لما ترجع. فيك الخير والله يا ابو عصام. فبسبب نجاح الفيلم ده صناع السينما ابتدوا يسالوا الله هو مين الشباب دي، قعدوا يدوروا عليهم. اصل الفيلم ده انتشر من غير نت، كان بيتوزع في هاردات الكمبيوترات كده. تحول فيلمهم ان مفيش هارد في مصر معلوش فيلمهم. في يوم مش ناسيه دخلت مول الكمبيوتر فلقيت كل محل حاطط ورقه عندنا رجال لا تعرف المستحيل. فصناع الافلام قعدوا يدوروا عليهم عشان ينتجوا لهم اول فيلم، وينتجوا اول فيلم للثلاثي اللي مش مشهورين، واحد اسمه احمد فهمي وواحد اسمه شيكو وواحد اسمه هشام ماجد. ده حدث كان عمره ما حصل قبل كده، ان ممثلين ياخدوا بطوله من غير ما يكون ليهم اعمال فنيه احترافيه. يعني المعروف انك تبقى بطل بتعمل ادوار ثانويه الاول وبعد كده بتبتدي تتطور، يعني مثلا زي احمد حلمي ومحمد سعد مثلا في فيلم الناظر، كان بقالهم فتره كبيره بيعملوا افلام لحد ما في فيلم الناظر خدوا الدور تاني وبعدها على طول عملوا بطوله. انما دول بقى لا، دول عملوا فيلم كده مع اصحابهم وبعدها خدوهم يعملوا بطوله على طول. فمعنى الكلام كده ان احنا قدام ناس مميزه جدا كسروا قاعده. دول ازاي قدروا يعملوا كده؟ اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل، والنهارده هنتكلم عن نجاح الثلاثي سمير وشهير وبهير. الثلاثي دول نجحوا نجاح ساحق في الكوميديا، من اول تجارب عشوائيه عملوها مع بعض وهما بيهزروا لحد ما عملوا اول فيلم ليهم وهو ورقة شفرة. من اول فيلم ليهم تحس ان الشباب دي مميزه، تحسهم كده عارفين ايه الحته اللي هتضحك في السينما، دي هتجيب صريخ في السينما. ممكن الكوميديا دي ساعتها مش كل الناس تفهمها، بس انت لو شفت الفيلم ده دلوقتي هتلاقيه بتضحك عادي، مش هتحس باختلاف الزمن. واللي مساعد جامد في الكوميديا بتاعتهم ان هم مؤلفين. يعني احمد فهمي ده مؤلف فيلم زي كده رضا، وفيلم كده اسمه اتش دبور، والف بوشكاش وفاصل ونعود مع هشام ماجد. هشام ماجد ده اللي مؤلف بيبو وبشير اساسا مع كريم فهمي، غير ان الثلاثه بيبقوا هم مؤلفين اعمالهم. فهم الثلاثه اصلا فاهمين سينما قبل ما يكونوا فاهمين كوميديا او تمثيل، وشغلهم كمؤلفين ده بيخليهم يكسبوا خبرات من نجوم كبار اللي بيشتغلوا معاهم. حتى رغم اختلافي مع حلمي في كده، بس انا اتعلمت في التجربه دي لما قعدت افكر فيها بعد كده ازاي النجم يفكر، ازاي النجم يشتغل. وفوق كل ده دمهم خفيف، فلما يجوا يعملوا فيلم زي ورقة شفرة هتضحك من قلبك على الافيهات والمواقف اللي فيها. فهم دلوقتي اثبتوا ان هم كوميديانات على حق وممثلين جامدين، وان نجاحهم في رجال لا تعرف المستحيل ده ما كانش مجرد صدفة. فبيعملوا فيلم سمير وشهير وبهير. ايه ده؟ انت مين انت؟ انا امير صاحب سمير وشهير وبهير. سمعتك كده وانا بتمشى في الزمن مع اصحابي انك بتتكلم عن فيلم سمير وشهير وبهير، فقلت اجي اساعدك. يعني انا كنت معاهم، خلي بالك انا صاحبهم، انا ظهرت في الفيلم. خلي بالك ظهرت فين؟ انت هتشتغلني يا عم؟ انا ظهرت بس هم شالوني من الفيلم، المونتاج بقى، ما انت عارف اللي عيلي عيلي بقى، بس في لقطات ما عرفوش يشيلوني منها. فانت ممكن تمشي، انا احكي لهم مكانك. خلاص هقول لهم ان في حد من صناع العمل هيكونوا معانا. طب يا جماعه هيكون في احدى صناع العمل معانا دلوقتي في الحلقه. فبيعملوا فيلمهم الثاني سمير وشهير وبهير. الراجل يعني ده بمشوار من السبعينات يعني، لازم نكرمه. يا ابني سيبك من شكلك وركز قول حاجه مفيده. طيب يا جماعه للاسف تم طرد امير نظرا لانه شكله بيشتغلنا، فنرجع نكمل حلقتنا. طب يا جماعه فيلم سمير وشهير وبهير هو ده اصلا اللي صنع اسم الثلاثي، بمعنى ان احنا لو جبنا حد مثلا مش متابع سينما قوي او حد سنه كبير وقلنا له ان في فيلم نزل وقلنا اسم حد من الثلاثه الثلاثي، ممكن يقعد ساكت شويه ويقول لك هو مين ده. فالرد الطبيعي بيكون الواد بتاع سمير وشهير وبهير، يقول افتكرته، الواد دول جامدين. ده اللي بيحصل بالظبط، والموقف ده بيتكرر معانا كتير. فليه الفيلم ده جامد ولو جه على التلفزيون صعب انك تقوم من قدامه او انك تحوله؟ ده برغم اننا حافظينه. اصلا مبدئيا كده ان الفيلم من اخراج معتز التوني، واحد من اهم المخرجين اللي بيعرفوا يقدموا كوميديا حلوه بجد في مصر. والفيلم فكرته عباره عن خيال علمي، ودي حاجه ما بتحصلش كتير في مصر، قليل قوي. وغير كده الثلاث شخصيات كلهم مختلفين عن بعض بامهاتهم كمان، اللي اساسا بيبقوا مختلفين عن شخصياتهم اللي بنشوفها في اول الفيلم اللي في الحاضر وشخصياتهم اللي في الماضي. التركيبه الكوميديه لحد دلوقتي ماشيه زي الفل، والثلاثه كمان اخوات بس من امهات مختلفه. الفيلم بيبدا بمحمود الجندي راوي القصه، اللي هو ابو الثلاث شخصيات اللي معانا في الفيلم، واللي بعدها بنعرف الشخصيات دي ايه حياتها. نلاقي ان واحد بيحب السقه جدا. مش عايزك تزعل مني لما قلت لك يا كلب السقه كومبارس. لا يا معلم،
كلب السقه دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني. وواحد البنات كلها بتحبه، وبعدها بنشوف بهير اللي متدلع جامد وغني جدا. بهبور يقول لمامي ايه؟ بهبور يقول لي مامي حاضر. والكوميديا بتحصل لما التلاتة يبقوا مع بعض في مشروع التخرج اللي بسببه بيرجعوا للسبعينات. وهنا بقى نتكلم عن الكوميديا. كوميديا الفيلم ده فيها كوميديا المواقف كتير جدا، اكتر حاجه موجوده اكتر من كوميديا الافيهات، والكوميديا اللي طالعه من صراع الاخوات ما بين بعض. صحيح يا سمير، الواد شهير ده مش ناوي يسيبه من البت اللي اسمها شهيره؟ اشمعنى يا بهير؟ ده بيقولوا عندها الطاعون. الطاعون ايه يا ابني اللي دلوقتي؟ الطاعون ده من ايام الحمله الفرنسيه. وغير كل ده اللي حببنا في الفيلم ونجح اكتر الالوان المظبوطه واللبس المتقن طول الفيلم. الديكور كله مظبوط، تحس ان انت فعلا في السبعينات، واللبس اكتر حاجه مساعده. يعني حقيقي شابوه للمسؤولين على اللبس بجد، كل الناس لابسه لبس حلو، والالوان كلها مظبوطه ظابطه الكالر باليت بالظبط. مش بتكلم على الثلاث شخصيات بس، بتكلم على المجاميع، الناس اللي بتمشي في الشارع، الناس اللي بتظهر، كل ده معمول حلو جدا. فالفيلم مبذول فيه جهد، مش في التاليف بس، لا ده في الاخراج والانتاج والتمثيل. بس الفيلم اللي كان فيه تحدي على مستوى التمثيل للثلاثي هو فيلم بنات العم، اللي المفروض الثلاثه بيمثلوا ان هم بنات وبقوا رجاله، والثلاثه كان مطلوب منهم ان هم يقنعوا ان هم بنات فعلا بكل ملامحهم الرجاليه جدا. يعني في واحد منهم اصلع اساسا. واعتقد ان شيكو كان ناجح جدا في ان هو ينقل لنا تعبيرات الوش بتاعت البنت المكسوفه او المحرجه، والاداء التمثيلي بتاع شيكو ده اعتقد من افضل الاداءات ليه، وطريقه كلامه فعلا مظبوطه. ممكن ما تفضليش بصلي كده؟ هشام ماجد عمل البنت اللي هي عامله زي ريتشل كده في سيزون 1 في فريندز، وكان عاملها حلو قوي بصراحه. وغير ان احمد فهمي كمان كان عامل دور رقاصه اللي قلبت في نص الكباريه، فدي اكتر حاجه جابت ضحك في التحويلات بتاعت البنات كلها اعتقد. والجميل بقى اللي في الثلاثي اللي خلاهم محافظين على نجاحهم، ونجاحهم بيكبر اكتر واكتر من هم بيجددوا، لدرجه ان هم سرحوا في الفانتازيا انهم عملوا سوبر هيرو مصري، كل حاجه مصريه فيه، الرجل العناب. واعتقد ان ده اكتر عمل ليهم مليان ضحك، لدرجه ان احنا لسه عمالين نكتشف فيه وعمالين ننزل منه على تيك توك وعلى فيسبوك الحاجات اللي عمالين نكتشفها فيه. كوميديا مسابقه عصرها بكتير، وفي رايي ده افضل اداء تمثيلي لاحمد فهمي في تاريخه الفني كله، يعني اكتر من سفاح الجيزه اللي اتعمل عليه ضجه. لا انا بالنسبه لي رجل العناب احمد فهمي عصفور الجنينه يا جماعه، لان الكوميديا بتاعت عصفور صعبه، فيها طريقه كلامه وبجاحته مع نتاشا مثلا. هو انت بجد مش مقتنع انك شبه ابوك؟ انت عارفه سلمى دي؟ شايفه البرميل اللي هناك ده؟ كتر فخدتها بس اتخن من كتر البرميل ده. والنرجسيه الكوميديه. وبحبك قوي كمان. وانا كمان يا بنت. بجد يا عصفور. او ربنا بحب نفسي قوي يا بنت، وشايف نفسي حاجه كبيره قوي. وصوته واغانيه الجميله. فين احمد عرابي؟ فين؟ وفين احمد السقا؟ فبجد احمد فهمي بشخصيه عصفور دي يعني هو وشخصية تيسير فهمي الظابط الكوميدي. افتح الطريق في واحد مطبق. وبيرم، والمسلسل كله مليان تفاصيل حتى في الشخصيات الثانويه، ورغم ان يبان المسلسل انتاجه ضعيف. وبالمناسبه مخرج مسلسل رجل العناب شادي علي كان هو دكتور التجميل في فيلم بنات العم. دكتور التجميل انا. ومن اهم عوامل نجاح الثلاثي ان هم ازاي يقدروا يقسموا سرد القصه على 3 شخصيات رئيسيه. على فكره ده صعب، يعني افرض انا ممكن مثلا يجي لي قصه بس القصه دي مش هينفع يعملها غير واحد، هم بقى بيجوا يعملوها ويخلوها على 3. واعتقد ده اللي خلاهم ما يكملوش مع بعض كتير وينفصلوا، ان العمل اللي عملوه بعد رجل العناب هو كان الحرب العالميه الثالثه. فيلم الحرب العالميه الثالثه ده انفجروا فيه من الكوميديا، يعني الفيلم كسر الدنيا وقت نزوله، وفي ناس كتير دخلته السينما من كتر ما الضجه بتاعته كانت جامده. واجمد حاجه في الفيلم ده التتر بتاعه في الاول، كاتبين ان الفيلم ده مش مسروق من نايت ان ذا ميوزيوم بس شبهه قوي قوي قوي. دي طريقه كلام شيكو في الفيلم اساسا. فده من بعدها احمد فهمي انفصل عن هشام ماجد وشيكو، وبقى كل واحد بقى يعمل اعمال لوحده. بنكتشف ان اعمالهم مع بعض عباره عن 4 افلام ومسلسل وبرنامج الفرنجة. حقيقي انفصالهم ادالنا خساره كبيره جدا. اي نعم ممكن يكون كل واحد لما كمل عمل حاجات حلوه، بس ما اعتقدش ان هم يقدروا يعملوا اعمال زي اللي عملوها وهم ال3 مع بعض. واتمنى ان هم يرجعوا يعملوا فيلم واحد بس حتى مع بعض، مش شرط يفضلوا مكملين يعني طول مسيرتهم، بس فور فن يعني. وللاسف زي ما هم انفصلوا الفيديو ده كمان خلص. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. عيب قوي يعني ما تشوفش الفيديوهات اللي فاتت عن افلام تانية وممثلين تانيين، واعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات الجايه بقى. عيب بقى كده، عيب تعتبروا اللبس ده سبعيناتي شويه بس عشان انا حتى احاول اوصل للسبعينات، يعني عطلت في التسعينات شويه. فمشوا الدنيا معايا كده، قولوا لي اللبس جامد. حبيبي